بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل هريسة الذرة، بس هريسة الذرة بتاعت زمان، بتاعت امي الله يرحمها، كانت بتعملها لنا وكانت ريحتها كده تجيب لاخر الشارع. بجد هريسة ذرة جميلة جدا. طبعا مش هنعملها زي الايام دي ما بنعملها. بنعملها معاملة الكيكة، ان احنا بنحط لها بيض ولبن وطبيعي سمنة، وبتتعامل زي الكيكة. بنحط مثلا كوبايتين دقيق ذرة وكوباية دقيق عادي. لا، دي مش هنعمل نعملها معاملة الكيكة، هنعملها هريسة الذرة اللي بتبقى بجد اقتصادية ومش مكلفة وطعمها تحفة وجميلة جدا. زي ما انتوا شايفين انا حطيت نص كيلو دقيق ذرة. انتي حابة تحطي مع دقيق الذرة كوباية دقيق عادي مفيش مشكلة. انا حطيت نص كوباية دقيق بس عشان تمسك. انتوا عارفين الدقيق الذرة بيبقى كده مفرفر كده، فانا هحط نص كوباية دقيق عادي عشان يمسك لي الهريسة الذرة بتاعتي. فانا حطيت نص كوباية مع الدقيق الذرة. تمام. انا معايا هنا مش بيكنج باودر، انا معايا كربوناتو. الكربوناتو دي بتتباع عند العطار. قولي له بس عايزة ب5 جنيه كربوناتو، وهي كربوناتو الصوديوم اللي بتتعمل بيها عجينة الفلافل. فطبعا حطيت نص معلقة، وحطيت نص كوباية كده سمنة، ونص كوباية زيت. هبتدي بقى كل الخليط ده كله مع بعضه. اخلي كل حبة دقيق تتغطى بالسمنة والمادة الدهنية اللي موجودة. لازم نحط زيت وسمنة مع بعض، الاتنين بيعملوا لي تيست كده، وبيخلوا لي طعم هريسة الذرة بتاعتنا جميلة جدا. دي كانت امي الله يرحمها بتعملها لنا دايما على طول، وكنا نحبها جدا. وكنا واحنا رايحين المدارس كده نبقوا فرحانين قوي ان فيها هريسة ذرة عشان ناخد معانا واحنا رايحين المدرسة. طبعا هنا انا ما بحطش السكر مع الخلطة. لا، انا بجيب السكر نص كوباية سكر مع كوباية مية، وبدوبهم في بعض، وهنبتدي نعمل الخليط بيه. بس اول حاجة ببس كل المادة الدهنية مع الدقيق. انا مليت كل، بص بقى عامل زي حبة الرملة كده. فبعد ما خلصت خلاص السمنة والزيت واتخلطوا بالدقيق كويس جدا، فانا مدوبة السكر في المية. انت سكر زي ما تحبي، يعني دوبي السكر زي ما انت عايزة تدوبي كوباية تدوبي نص على حسب ما انت بتحبي. انا عملت كده زي نص كوباية سكر ودوبتها، لانها دي هتتاكل مع الشاي، فانا مش عايزاها محلية قوي. طبعا انا مش بحط المية بالسكر كلها مرة واحدة، انا بحط كده جزء. واول ما بصوا زي ما انتوا شايفين العجينة بتشرب السوائل، بحط شوية تاني لغاية السمك اللي انا عايزاه. بس بصراحة هريسة ذرة جميلة جدا مع الشاي كده، ومش مكلفة خالص. هو نص كيلو دقيق الذرة، والسكر موجود في البيت، والمية موجودة في البيت، والسمنة والزيت موجودين. هعمل كده هريسة وريحتها بتملى البيت وبتفتح النفس، وكل الجيران كده بيحبوا يشموا ريحتها كده جميلة. كانت أمي الله يرحمها تعمل صينيتين. طب ليه يا حاجة عاملة صينيتين؟ لا، صينية ليكم وصينية عشان الجيران وكده بيحبوا الأول ما يلاقوني عاملة هريسة الذرة يقولوا النهاردة الريحة طالعة، فلازم أعمل حساب الجيران. كانوا بتوع زمان بجد بجد كلهم بركة وخير، وبيحبوا كده يعملوا حاجة لازم يعملوا زيادة عشان يدوا الجيران وكده. دلوقتي بصراحة في عصر النت والموبايل، حتى الإخوات ما بيشوفوش بعض غير إن هم بس يكلموا بعض في الموبايلات وكده. كانت أيام زمان جميلة، ما كانش فيه موبايل، وكانت الناس بتشوف بعض أكتر من دلوقتي. بجد بجد يعني. فالواحد لما بيعمل الهريسة دي بيفتكر الأيام الجميلة دي وأيام اللمة. وكانت تتعمل كده في الشتاء، هريسة الذرة دي كده يوم الخميس بقى، بكرة أجازة من المدارس وكده، وتتعمل بالليل ونسهر كده ونعمل شاي بلبن جنبيها. كانت أيام جميلة. ربنا يا رب يرجعنا تاني. أنا جبت القالب بتاعي زي ما انتوا شايفين، وحطيت فيه سمنة. غطيته يعني مسحته كله كده بالسمنة عشان هريسة الذرة ما تلزقش. وبنزل زي ما انتوا شايفين السم كده. وطبعا بنزل الخليط كله في الصينية، وبعص ايدي بقى مادة دهنية زيت. لازم اعص ايدي زيت وابطط الهريسة بتاعتي. هريسة جميلة اقتصادية مش مكلفة خالص. تعملي صينية حلوة قوي وطعمها بصراحة خطير. هريسة ذرة يعني. التانية اللي بنحط معاها بيض ولبن ودقيق بتحس ان هي كيكة الذرة. لا، دي الهريسة نفسها، دي الاساس. الهريسة بتتعمل كده
حتى كان في المحلات بيعملوها برضو في صاجات كده كبيرة، ويقطعوها ويبيعوها كده بالقطعة. فكانت أمي يا رب كده يرحمها ويرحم أمواتنا جميعا وأموات المسلمين يا رب العالمين. كانت بتحب قوي، احنا بنحب اليوم اللي تعمل فيها ريسة الذرة. كان بجد يعني هو مش مجرد أكل قد ما هي صينية الذرة. هريسة الذرة دي كانت بتلمنا كده، وصينية الشاي، وكانت اللمة بجد بجد جميلة جدا جدا. الواحد بيشتاق فعلا الأيام الجميلة دي وأيام البركة. فأنا واخدة الطريقة دي منها الله يرحمها، وبحبها جدا مهما أعمل. الهريسة اللي هي اللي بالبيض، واللي بعملها معاملة الكيكة وأحط لها بيض ولبن ودقيق، بس مش طعم هريسة الذرة دي. بجد بجد دي عندي أحلى بكتير. بص، ببتدي كده، جبت الاسباتيلا، ببتدي اخليها كده من فوق الوش ملسه خالص. انا بعد ما دهنت ايدي زيت وبططتها عملتها كده، وبعد كده بتتقطع وهي نية كده، اقطعها كده بالسكينة. وبعد كده طبعا انا اثناء ما انا بعجنها كنت مشغلة الفرن، لازم يكون الفرن سخن جدا. وبعد كده ادخلها في الرف الاوسط كده، وهي مش بولع شوايه ولا حاجه، هي بتحمر. ليه بتحمر؟ لان هتشوفوا دلوقتي انا بعد ما هقطعها هعمل ايه. ما بتاخدش ربع ساعه، بجد بجد يعني مش مكلفه وما بتاخدش وقت. تنفع قوي قوي لو في ضيوف جايين لك كده، ممكن تعمليها وتقدميها وهم قاعدين. يعني ما بتاخدش وقت كتير صراحه، وطعمها جميل، وريحتها كده ماليه البيت وفاتحه النفس. انا دلوقتي هجيب اللبن واجيب الفرشه بتاعتي، وابتدي بقى ايه، اعمل وشها كده بالحليب. هي بقى ما خدتش حليب من جوه، فايه نجبر بخاطرها ونديها فرشة حليب كده من فوق الوش. مش عايزة، ما عندكيش لبن، ما فيش مشكلة. هي كده دخليها، ولو ما حمرتش شغلي لها الشواية شوية. بس انا دخلتها كده ربع ساعة كانت احمرت وبقت جميلة جدا. انا بفرغ الهواء منها وادخلها الفرن اللي هو ايه، ساخن. بصوا الهريسة طلعت، وشها كان أحمر وجميل، بس هنا الكاميرا عندي والإضاءة عندي لونها أبيض فمفتحها شوية، بس هي كان لونها ذهبي وجميل جدا. وريحتها بقى ما أقولكمش، الريحة بصوا كده مالية الشقة، وبجد بجد في منتهى الجمال، وعالية الكربونات وجميلة جدا. بصوا ادي لونها الطبيعي. الأول كان الفلاش الموبايل مش شغال، بصوا هنا ده لونها. وبصوا القطعة عاملة ازاي، في منتهى الجمال. ما خدتش وقت خالص بجد بجد. وطعمها وريحتها روعة، واقتصادية، ولا بيض ولا لبن. هو مية بسكر وشوية دقيق ذرة ونص معلقة كربوناتو فقط لا غير. بجد بجد في أحلى هريسة بالنسبة لي، وأحلى هريسة ذرة، بجد طعمها روعة.